تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية اللي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. هو ده توجيه الرئيس السيسي اللي جه في الوقت المناسب. هذا التوجيه اللي ممكن يكون بداية لثورة رياضية مطلوبة في مصر. الرياضة المصرية بتمر بمرحلة صعبة، ومن سنين طويلة ما طرأش عليها التغيير اللي ممكن ان هو يحدث طفرة. والأداء المصري في الدورة الأولمبية في باريس كشف عن ان هناك قصور كبير في المعادلة الرياضية. مش مطلوب ان انا اشارك بأكبر بعثة في تاريخ الأولمبياد عشان اتباهى بيها، او ان انا ادفع ب 23 لعبة عشان كل يوم الصبح نصحى نتنشأ على خبر او ميدالية، فبنلاقي انه خروج اللاعب الفلاني، سقوط اللاعب الفلاني، فشل اللاعب الفلاني، وبنفضل يتحرق دمنا كل يوم لغايه ما ننتظر ميداليه. في اليوم الثاني كانت ميداليه محمد السيد، وال 14 يوم اللي بعد كده حتى اليوم قبل الاخير كانت المساله فيها كتير من حرقه الدم. الرياضه المصريه محتاجه فعلا حسب توجيه الرئيس السيسي الى اعاده تقييم، والتقييم ليس من خلال تقارير هتتكتب او اتكتبت فعلا زي ما عرفت من خلال رؤساء الاتحادات واللجنه الاولمبيه وراح الوزاره او هتروح الوزاره. تقارير بيصنعها من هم مطلوب منهم اعاده تقييمهم او كشف حسابهم. يعني ما ينفعش رئيس الاتحاد او اللجنه الاولمبيه او حتى الوزاره ان هي تتدخل في هذا التقييم، لانه زي ما عرفت بيتكتب ردود على كل اسئله الشارع، ايه اسباب الفشل، وبيردوا على مساله الخلافات اللي موجوده بين اللعيبه وبين الاتحادات، اللي بدات طبعا من اول يومنا يا عيني لعيبه الملاكمه اللي هي اول لعيبه في تاريخ الملاكمه المصريه اسمها تسجل كأول لاعبة مصرية بتشارك في دورة أولمبية. طب التاريخ هيكتب إيه؟ راحت 700 جرام، رجعت لعيبة الألعاب القوى اللي بتحاسبن ردوا عليهم، تنس الطاولة لعيبة اتكلمت ردوا عليهم، الفروسية اتكلموا طلعوا بيانات، مختلف الألعاب كتيرة بتحصل انتهت بالمصارعة. قصة كيشو خلصت، معرفش ما خلصتش. لو كانت خلصت يا ريت يبقى في رفع قضيه لرد اعتبار الرياضه المصريه لانه اسيء ليها. الرد على الكلام ده مش هو التقييم الشامل للاتحادات. التقييم الشامل اللي بيطلبه الرئيس هو الاداء. كيف كان الاداء؟ كيف كان الاستعداد؟ كيف كان الفكر؟ كيف كان يعني العلم بيتدخل في صناعه البطل؟ كيف كان تطوير المستويات؟ كيف كان الاهتمام بالعامل النفسي اللي خلى بعض النجوم التي لم تعد نفسيا ما حستش ان هي عندها الثقة الكاملة؟ كيف كان الاداء في الاربع سنين اللي فاتت وما قبلها في العشرين 30 سنة اللي فاتوا؟ ايه الجديد اللي كان ممكن يقدم عشان الرياضة المصرية؟ محدش يقول لي ان الثلاث ميداليات او الميداليتين اللي جم في قبل اليوم اللي قبل الاخير دول يعني خلونا نشم نفسنا شويه، لكن مش مبرر اطلاقا ان كده خلصت العمليه وانتهى الموضوع. كان في كلام كتير جدا جدا جوه الدوره الاولمبيه واخبار بتيجي من هناك، وزي ما قلت قبل كده كان في بعض الناس اللي بتتابع وبتغطي بامانه بتتكلم عن فضايح في البعثه المصريه. ده الاداء اللي المفروض ان هو يتم تقييمه، مش مساله انا صرفت ايه وما صرفتش ايه، لان ده الورق هيتظبط ومفيش اي مشكله. وعلى فكره اللي اتصرف ما كانش كتير، يعني عشان تدفع ب 23 لعبه لبعثه كبيره زي دي ما اعتقدش ان المساله الماليه هي الاساس، لان الرياضه بتحتاج مصاريف. التقييم يكون للاداء وكيف تدار الرياضه المصريه او كيف يصنع البطل. مساله بقى ان احنا نتكلم ونعيد ونكلم كلام حلو وتهدى الامور ما اعتقدش، لانه القصه اللي حصلت في اولمبياد 2024 انا ما شفتوش في اي بعثه من قبل. ومن ثم ليس مطلوبا انه الاتحادات ترد عشان والله ما عملناش كده ليه،
طبعا الناس كلها عارفه ما عملتوش كده ليه، ان الاسباب والاخطاء اللي حصلت من اللعيبه والرد على الاتحادات ده يعني الرد عليه سهل جدا جدا، وهيبقى كلام برضو يعني فيه تبريرات ملهاش منطق او حتى لو ليها منطق. تقييم الاداء الفكري والعملي والفني والاكاديمي وامور كبيره جدا جدا تنقص الكادر المصري في العصر الحديث انه يخطط للرياضه المصريه. تقييم اداء عشان ثوره رياضيه تحصل، واذا كانت الامور النهارده بتتكلم عن الاتحادات فامر طبيعي ان اعاده التقييم تعدي على الانديه، لان اللي موجود في الانديه فوضى كبيره وفساد كتير وكلام كتير، خصوصا في كره القدم. تقييم اداء عمليه الصرف، ما ينفعش اسافر بهوجه في الدوره الاولمبيه ملهاش اي لازمه. طبعا من يشارك له الشرف وحقه وكل حاجه، لكن وانا رايح بعارف انا هعمل نتائج في ايه. مصر لها تاريخ في العاب لازم نركز عليها، لنا تاريخ في رفع الاثقال، لنا تاريخ في المصارعه، لنا تاريخ في السلاح فعلا، لنا تاريخ في بعض الالعاب القتاليه، كان لنا زمان في الملاكمه، لكن عمرنا ما كان لنا تاريخ في الكوره اللي بتاخد كل حاجه. فانا النهارده لما بقيم الاداء في الدورات الاولمبيه ما اصرفش كل المصاريف اللي صرفت على المنتخب الاولمبي اللي ما عملش حاجه، وبعدين بنهلل ونقول ميكالي وعايزين، والاتحاد طبعا فشل ذريع. مساله الصرف برضه تعد مساله التقييم. نلعب كلنا كوره وكله يلعب كل الالعاب، لكن لما تتكلم عن بطولات عالم لازم يبقى فيه استراتيجيه والعاب طالعه بتنبع من شخصيه المواطن المصري اللي هو بينجح فيها، زي الدول التانية اللي بقى عندها برضو ألعاب متميزة فيها. مفيش دولة متميزة في كل الألعاب. ده الفكر، ده التقييم. ويبدأ التقييم حتى كمان عشان نبدأ صح من القرار الوزاري اللي اتشكلت بيه البعثة. يعني الناس دي سافرت صح، في ناس سافرت في مكانها، في ناس سافرت تتفسح. يعني في حاجات لازم تقييم. مش أنا زي ما شفت في رد على كل استفسار خاص بلاعب او بمشكله لاعب، والله ما هو ده التقييم. مش هو ده تقييم الاداء. اذا كنا عايزين نعمل مستقبل للرياضه واستراتيجيه فالتقييم يكون تقييم للاداء وللتفكير ولمساله التخطيط. وزي ما بقول يبدا من اول خالص الاتحادات، لكن لازم نمر على كل ما يتعلق بشخصية البطل المصري الذي لا تصنعه اتحادات فقط ولا لجنة أولمبية فقط، لكن اتحادات ولجنة أولمبية ووزارة بيحطوا الاستراتيجية بيشارك فيها الكل ألف باء يعني. فأتمنى إن ما يكونش التقييم مجرد ردود ساذجة على ناس ما عجبهاش أو ناس اتحرق دمها وبعدين نوم عميق وتدخل التقرير في الأدراج المكاتب، ونبدأ انتخابات جديدة بنفس الأشخاص بنفس الفكر بنفس التخطيط، وتفضل الرياضة المصرية بترجع لورا بينما كل اللي حوالينا بياخدوا خطوات كبيرة لقدام. توجيه السيد الرئيس السيسي بتقييم أداء الاتحادات اللي هيخش في الأندية طبعا هو بداية لثورة رياضية مطلوبة. شكرا لحضرتك.